مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الارتياء لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. اصابه مواطنان بفيروس كورونا اليوم. سيمينار تنويري لمسؤولي التعليم في الاقليم الجنوبي. منتخبنا للسيدات دون 20 عاما يفوز على سيدات جيبوتي. حملة تطعيم ضد مرض الأيبولا بعد اكتشاف أول إصابة في ساحل العاج. مقتل 37 شخصا على الأقل في هجوم محتمل لجهاديين بالنيجر. وارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى ما يقرب من 2000 قتيل. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 18 من أغسطس بمراكز العزل في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطنان بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مريضين بفيروس كورونا كان يتلقين الرعاية الصحية في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6611. شفي منهم 6546 وتوفي 37 مريضا بكورونا، فيما لا يزال 28 من المرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 18 من أغسطس 2021. نظم مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي سيمينارا تنويريا لمسؤولي التعليم في المديريات ومدراء المدارس والمشرفون التربويون حول تطوير خطط المدارس. وقال المشرف على السيمينار مدير تنمية القدرات البشرية في وزارة التعليم الأستاذ جرماي جبرهويت بأن السيمينار يهدف إلى حل أوجه القصور واتباع أساليب ترفع من كفاءة الطلاب. وقال أن العمل المدروس يمكن من التعرف على المميزات وأوجه القصور والتحديات والفرص، وأن وجود خطة مشتركة ضروري لتطوير العملية التعليمية. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزق كيداني بأن التنوير المقدم لتطوير خطط المدارس سيعمل به في المدارس وسيتم تقييم عملية تنفيذه. وأكد المشاركون على أهمية التنوير المقدم لإعداد الخطط الدراسية. الجدير بالذكر أن سيمينارا مماثلا كان قد عقد الشهر الماضي في مدينة دقة محارة. أفاد الاجتماع التقييمي الذي نظم في 14 من أغسطس بمدينة حقات بإقليم عنسبة عن أهمية العمل المنسق في تعزيز البرامج الخدمية والتنموية بمشاركة كافة المؤسسات والمواطنين. وفي الجلسة المنعقدة لتقييم برامج النصف الأول وبحث برامج الجزء الثاني، قدم مدراء إدارات الضواحي ومسؤولي فروع الوزارات تقارير حول البرامج المنفذة والتحديات وإيجاد الحلول للنواقص وأوجه القصور. وأوضحت التقارير المقدمة تنفيذ أعمال فاعلة في 13 ضاحية تمثلت في حفظ المياه وحماية التربة وصيانة الطرق تؤدي إلى المناطق الريفية والأراضي الزراعية. كما شهدت المديرية تقديم 1.1 مليون نقفة لأسر الشهداء وتوزيع حوالي 10,000 فرخة على الأسر التي تعولها النساء مجانا وبأسعار زهيدة، فضلا عن تقديم خدمات صحية وتطعيم منتظم لأكثر من 100,000 من الماشية وتأهيل 10 من الأسر المحتاجة بالمواشي. كما قدم المواطنون في الداخل والمهجر ل15 أسرة محتاجة مبلغ مالي قدره 166 ألف نقفة. وقال المدير التنفيذي لمديرية حقات السيد تخل هيمانوت موسائل بأن السدود والحفائر 12 المنتشرة في المديرية وكذلك مؤسسات الخدمات الاجتماعية ظلت تساهم بفعالية في تقديم خدمات جيدة لتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، داعيا لتعزيز دور مدراء الضواحي في تنفيذ البرامج الموضوعة ومضاعفة الخدمات المقدمة. وقدم المشاركون آراء وتوصيات حول منح الاهتمام لمد خدمات الهاتف النقال في بعض المناطق المحرومة من تلك الخدمة، وفتح فرع للبنك التجاري في مدينة حقات، وصيانة البنية التحتية القديمة بالمؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها من الآراء والتوصيات. تلقى مستشفى أوروتا المرجعية الوطني مساعدات عينية تمثلت في أجهزة طب الأسنان بقيمة 48 ألف يورو قدمت من فرع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب بفرانكفورت الألمانية. وأوضح طبيب الأسنان بمستشفى أوروتا المرجعي الدكتور برهاني دبرتسيون الذي تسلم المساعدة بأن الأجهزة المقدمة تساهم بفعالية في تسهيل وكفاءة العمل، مؤشدا بالمبادرة التي اتخذها أعضاء الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب بفرانكفورت الألمانية.
من جهته قال السيد أسقدوم مسجنا المقيم في مدينة ماينيز والذي سلم المساعدة بأن هذا الدعم هو مواصلة للمساعدات الجارية بالتعاون مع فرع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. يذكر بأن فرع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في فرانكفورت الألمانية قدم دعما قيمته 120 ألف يورو في 10 عام 2021 للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. وتشتمل الأجهزة التي جمعت عبر أعضاء الجمعية والمواطنين المهتمين على العصي وعربات الدفع وأجهزة أخرى يستفاد منها في العلاج الطبيعي وغيرها من الأجهزة الصحية. هذا وتوضح مستندات الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب بأن أعضاء فرع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في فرانكفورت الألمانية قدم في عام 2020 8000 يورو كدعم ساهم في تأهيل المعاقين. جرت أعمال صيانة مشروع مياه الشرب الصالحة في ضاحية الزولة بمديرية فرو بكلفة بلغت 215 ألف نقفة ساهم فيها بعض المواطنين في المهجر، حيث كان قد توقف مشروع المياه عن الخدمة لحوالي 8 سنوات. أوضحت لجنة المياه في التقرير الذي قدمته في مراسم تدشين المشروع بأن الصيانة جرت بشراء مولد طاقة شمسية بقوة 2.4 كيلووات ومولد كهربائي وطلمبة ضخ وأنابيب مياه. وقال مدير مديرية فروس سيد عثمان عرفة بأن المبادرة المتخذة تعتبر مثالا يحتذى به للضواحي الأخرى، داعيا السكان لإدارة استخدام مشروع المياه بشكل جيد. هذا وذكر سكان سوء استخدام الإيرادات في السابق مما جعلهم عرضة لتلك المشكلات، وسيعملون لإدارته في الوقت الحالي بشكل جيد. هذا ويزاول سكان ضاحية الزول التي تضم ميناء عدوليس الأثري حرفتي الزراعة والرعي. فاز منتخبنا الوطني للسيدات دون 20 عاما على جيبوتي للمرة الثانية في المباراة التي جرت بأديس أبابا ضمن تصفيات كأس العالم. وفاز منتخبنا للسيدات ب3 أهداف سجلتها مسكانا محاري في الدقيقة 47 وديانا ستيفانوس في الدقائق 73 و86. وكان منتخبنا للسيدات دون 20 قد فاز على جيبوتي في المباراة الأولى ب3 أهداف مقابل هدف، لينتقل إلى المباراة التالية بفوزه على جيبوتي ب6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراتين. من ناحية أخرى جاء العداء الإريتري هابتوم ساميئيل ثالثا في سباق 3000 متر في منافسات ألعاب القوى الدولية لما دون 20 عاما التي تستضيفها كينيا وحاز على الميدالية البرونزية، بينما جاء العداء محاري مبرهته رابعا. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، دشنت دولة الساحل العاج حملة للتطعيم ضد الأيبولا وطرحت جرعات اللقاح الخاصة بالمرض الفيروسي بعد تسجيلها والإصابة منذ عقود على أرضها. وقد تأكدت إصابة الصبي مراهق بالأيبولا بعد وصوله إلى العاصمة الاقتصادية للبلاد أبيجان على متن حافلة قادمة من كينيا المجاورة، وذلك لأول مرة منذ عام 1994. ويقول المسؤولون بوزارة الصحة لدى ذلك البلد الإفريقي أنهم يخططون لتطعيم 2000 شخص، وأن الفتى المصاب والعاملين الصحيين المعنيين سيكونون في طليعة مستحق اللقاح المضاد لأيبولا. وتم تأكيد أول حالة إصابة بالفيروس القاتل المرتبط بأيبولا، حيث عثر الأطباء على الفيروس الذي تنقله الخفافيش، ويصل معدل وفياته إلى 88% في عينات مأخوذة من مريض توفى بمحافظة جيكيدو جنوبي كينيا. أفادت مصادر محلية في غرب النيجر بأن 37 مدنيا على الأقل، بينهم نحو 10 أطفال ونساء، قد قتلوا في هجوم يشتبه في أنه جهاديين شنوه في منطقة تيلابير القريبة من مالي. وقال مسؤول محلي: وقع الهجوم في دار داعي ونفذه رجال مسلحون كانوا على دراجات نارية وأطلقوا النار على أشخاص كانوا يزرعون الأرض، وأضاف أن الحصيلة مرتفعة. وشهدت قرية دار داعي التي تبعد 40 كيلومترا شرقي بلدة باني بانغو هجمات سابقة. ومنذ بداية العام كثف المسلحون الاعتداءات الدموية ضد المدنيين في منطقة بانيبا نوغو، وهي منطقة غير ساحلية في شمال شرق منطقة تيلابيري. قال السلطات الحماية المدنية في هايتي أن عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 1941 قتيلا. وأوضحت الحماية المدنية أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة أوقع أكثر من 9900 جريح، وأدى إلى دمار أكثر من 60 ألف منزل حسب ما ذكرت وكالة بنا.
كما أدت الأمطار الغزيرة والسيول التي عرقلت جهود البحث عن ناجين من الزلزال ومساعدة من فقدوا منازلهم أو من هم بحاجة للغذاء والماء. وأعلنت كوريا الجنوبية عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة مليون دولار أمريكي إلى دولة هايتي التي تعرضت الأسبوع الماضي إلى زلزال مدمر أدى إلى سقوط آلاف القتلى والمصابين. وأشارت وكالة الحماية المدنية أن الزلزال تسبب في تدمير أكثر من 37 ألف منزل. وكانت عدة منظمات أممية تدعو إلى مواصلة جهود توصيل المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال الذي ضرب هايتي مؤخرا، وأسفر عن وقوع أضرار وإصابات وخسائر جسيمة في مقاطعات جراندي أنس والجنوب الشرقي. أكدت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أن مركبة تشورونغ الصينية الجوالة لكوكب المريخ قد أتمت مهمات الاستكشاف والتحقق كما هو مخطط له. وحتى يوم 15 من أغسطس 2021 عملت تشورونغ على سطح المريخ ل90 يوما مريخيا أو 92 يوما أرضيا تقريبا، حيث بدأت جميع المعدات العلمية عملها لمهمات الكشف وفقا لما ذكرته الهيئة. وأطلقت الصين مهمة تيانون واحد المكونة من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة جوالة في 23 من يوليو 2020. وحطت مركبة الهبوط التي تحمل المركبة الجوالة في الجزء الجنوبي من يوتوبيا بلانيتا، وهي منطقة سهل شاسع في نصف الكرة الشمالية للمريخ في 15 من مايو. وانطلقت المركبة الجوالة شورونغ من منصات هبوطها إلى سطح المريخ في 22 من مايو الماضي، وبدأت استكشافها للكوكب الأحمر. مشاهدينا الأفاضل، في نهاية النشرة إليكم إعادة لأبرز العناوين. سمينار تنويري لمسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي. منتخبنا الوطني للسيدات دون 20 عاما يفوز على سيدات جيبوتي للمرة الثانية. حملة تطعيم ضد الإيبولا بعد اكتشاف أول إصابة في ساحل العاج. مقتل 37 شخصا على الأقل في هجوم محتمل لجهاديين بالنيجر. وارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى ما يقرب من 2000 قتيل. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.